وفي القضية، مخلص المبدأ، مدافع عن الحرية، في عالم مليء بالثورات والحروب، بعالم ما عم يزداد فيه غير القتل والنفاق مع اعتيادية الظلم والقهر والقمع. بهذا العالم الفاسد كان في حارس ونجم، نجم الثورة عبد الباسط الساروت، صورة الثورة الحقيقية، وذكرى استشهاده أثناء حماية شعبه ومقاومته للأعداء بإحدى المعارك على طريق الرباط. رحل الساروت وترك أثر بكثير مواقف له، أنا بشهد لها بشكل شخصي، أثر كبير بصدقه، بأخلاقه، بعزيمته. هاي ثورة شعب بإذن الله راح ترجع وتستمر. ثورة شعب، ثورة مستمرة، هي ثورة الشعب. استشهد الساروت وخلانا نعرف إنه الثورة ثورة صدق، الثورة ثورة شرف، ثورة تضحيات، والثورة فكرة. عبد الباسط الساروت هو فعلا رمز نضالي، رمز نضالي للثورة وتاريخ نبيل لكل الأجيال، وهو أشرف من قاد الثورة السورية. كان حامل الثورة بقلبه، ثورات الدول العربية كلها، كان أمن وخير للبلد، وكان يعبر عن نضاله وحبه لبلده بصوته العفوي والمحبوب وكلماته اللي عم تحيي الثورة أكثر رغم رحيله. نحن بنعتز ونفتخر بشهيد مثله، نعتز وسيبقى رمزا نضاليا خالدا ونموذجا يحتذى به للأجيال القادمة. ما زال عند هذا الشعب كرامة، ما زال عنده إرادة، ما زال عنده تضحية، فهذا الشعب والثورة مستمرة.